السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يلا نحلي بقنا كده واحنا في عيد الأضحى بعد ما ناكل الفتة. عايزين حاجة حلوة وهنعمل حاجة الحلوة موجودة عندنا في البيت. كيس شعرية كده، شعرية بلدي، وهنجيب معلقتين سمن ويلا نقول بسم الله كده وندي تقليبتين للشعرية. هي الشعرية كده كده متحمرة في الفرن، يا دوب انت هتسخنيها في معلقتين السمن في الصينية بتاعتك. أول ما تحسي ان هي سخنت بالشكل ده هتجيبي انت عندك اللبن على العين التانية بيغلي كده زي ما انت شايفة، والكاتل مشغلاه عشان المية تسخن. ويلا ننزل بعد ما الشعرية سخنت بتاعتنا، ننزل بالمية السخنة بتاعتنا بحيث ان الشعرية بتاعتك ما تعجنش وتبقى كلها كده مش لازقة في بعض ولا تبقى مكلكعة. هتبقى الشعرية بتاعتك جميلة ان شاء الله. هتغطيها كده بعد ما تديها تقلبتين، هتغطيها وتسيبيها تتشرب المية بتاعتنا. بعد ما تحسي ان هي خلاص قربت تتشرب مبقاش فيها غير حبة شوية صغيرين، هتجيب السكر بتاعك وتقلبيها تقليبة كده لحد ما تحسي ان السكر داب في اخر حبة مية موجودين. وبعدين هتطفي البوتاجاز وتجيبي اللبن بتاعك اللي غلى وتنزلي عليهم وهما الاتنين سخنين كده، ويلا تغرفي في الطبق وبألف هنا وشفا. احلى شعرية باللبن مغذية عن الشعرية التانية اللي احنا بنجيبها. الشعرية البلدي مفيش زيها، واحلى واطعم طبق شعرية ممكن تاكليه. يلا غرفي الطبق كده واديني اشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة، وكل سنة وانتم طيبين.